فجرت المخرجة إيناس الدغيدي مفاجأة لما كشفت إنها خاضت تجربة المساكنة قبل ما تتجوز جوزها، وقالت إنها عاشت معاه الفترة ما افتكرتش هي قد إيه، لأن قصة حبهم استمرت 9 سنين قبل الجواز. تصريحها ده جه وسط جدال كبير حول الموضوع المساكنة، خاصة بعد تصريحات لبعض الفنانين اللي بدأوا يتكلموا عن حرية العلاقات بين الراجل والست، وكمان بعد تصريحات أثرها محامي مؤخرا عن جواز المساكنة وإن الإمام أبو حنيفة أجاز الزنا بأجر، وده خلى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ترد وتوضح رأي الشرع في المسألة دي. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قرر إنه يرد على الجدل ده بشكل مباشر، وأكد فيها إن المساكنة مرفوضة تماما في الإسلام وإنها تعدي على الدين والفطرة. الفتوى وضحت إن الإسلام حاطط إطار محدد لعلاقة الراجل بالست، والإطار ده هو الجواز الشرعي اللي بيحفظ حقوق الطرفين ويحمي الأولاد اللي بينتجوا عن العلاقة دي. الأزهر كمان وضح إن أي علاقة جنسية بره إطار الجواز محرمة تماما، وإن العلاقات دي بتدخل تحت بند الزنا. وأي محاولات لتزيين المفاهيم دي زي إنهم يسموا الزنا مساكنة أو الشذوذ باسم المثلية، دي كلها طرق لخداع الشباب وتضليلهم. الأزهر شاف إن الترويج للمفاهيم دي بيدمر قيم المجتمعات الدينية والأخلاقية، وإنه بيعرض الحرام كأنه مقبول. البيان اللي أصدره الأزهر كان قوي وحاسم، ووضح إن الزنا من الكبائر اللي ربنا حرمها، واللي بيرتكبها بيعتدي على الدين والأخلاق، وده بينزل بالمجتمع في مستنقع الشهوات والضياع. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى وصف الزنا في القرآن الكريم بأنه فاحشة، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الأزهر نبه إن الدعوات اللي بتروج للمساكنة بتدمر أساسا الأسرة وبتأثر على حقوق الأولاد اللي بيجوا من العلاقات دي، وده بيختصر الجواز في متعة مؤقتة وبيسلب المرأة كرامتها. الأزهر كمان وجه رسالة للآباء والأمهات وللمؤسسات الثقافية والتربوية إنهم لازم يكونوا واعيين ويعلموا أولادهم القيم الصح علشان يحموا النشء من الوقوع في الفخاخ دي. وفي الآخر الأزهر وجه كمان تحذير للإعلاميين وأصحاب الرأي إنهم يكونوا حذرين من استغلال منابرهم للترويج للأفكار دي، سواء بقصد أو بدون قصد، لأنها فتنة بتضر استقرار المجتمعات وبتنشر الرذيلة والأفكار الغريبة عن ديننا ومجتمعنا. طب وبالنسبة لموضوع أبو حنيفة، هل فعلا أباح الزنا بأجر؟ الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء رد على الكلام اللي بيتقال حوالين الإمام أبو حنيفة، وقال التصريح اللي منسوب لشخص اللي بيقول إن الإمام أبو حنيفة أباح الزنا بأجر وإنه ما عندوش مشكلة لو بنته عملت كده، لو كان قال الكلام ده فعلا فهو كذاب، والأئمة بريئين من الفجور ده، حسبي الله ونعم الوكيل. من ناحية تانية الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أكدت إن في حرب جديدة ضد الدين الإسلامي، وإن لازم نواجه أي حد بيحاول يهدم تعاليمه. وقالت كمان خلال مداخلة تليفونية في برنامج علامة استفهام إن في شخص بيقول إن الإمام أبو حنيفة أباح الزنا بأجر، وإن الكلام ده مش صحيح تماما ومخالف للشريعة.